مش حد. ده ايه ده؟ مالك مالي؟ مالك مالي؟ ايه ماله ماله؟ مالك مالي؟ مش معنى ان انت راجل كبير يبقى انت فوق القانون، مش معنى ان سنك كبر يديك الحق ان انت تضرب وتشتم وتهين الناس. اللي حصل في المترو ده اسمه بلطجة صريحة، مش رأي ومش اختلاف ثقافات. ده راجل كبير مد ايده على بنت في المترو وشتمها واهانها في مكان عام. تعالوا نفهمها صح، حتى لو بالفرض البنت غلطت وحطت رجل على رجل قدام الراجل، حتى لو قعدتها ما عجبتوش، فده ما يديلوش اي حق خالص ان هو يمد ايده عليها ويهينها ويشتمها. ده يرجع لتربيتك، مش من حقك ومش شغلك كمان، وما يديش الحق لاي بني ادم ان هو يعمل كده ولا انت واصي عليه. اللي حصل من الراجل ده خلاه يرتكب 3 جرائم كاملة: اعتداء بالضرب، سب وقذف علني، اهانة في مكان عام. ولو البنت طلعت عملت محضر هتاخد حقها بالقانون كويس قوي. المضحك والمبكي في قلب الموضوع ان ابن الراجل طلع قال احنا مش هناخد اي اجراء قانوني وهنكتفي انها تيجي تعتذر. تعتذر لمين؟ هو مين اصلا اللي شتم ومين اللي اتهان ومين اللي طلع عينه في قلب المترو؟ طب بص، خلينا نمشي قانوني وشوف البنت دي ممكن تعمل فيكوا ايه لو مشى قانوني. ويا ريت البنوته دي تمشي قانوني، لان ساعتها تعرف ان الاعتذار ده مش بيشير جريمه. ما هو مش معنى ان انت راجل كبير تبقى انت محصن، ولا معنى ان انت سنك كبر يبقى ضميرك كمان كبر. الزمن اللي احنا فيه ده بقينا بنشوف اغلب الجرائم اصلا من الناس الكبيره، جريمه الطفل ياسين، التحرش بتاع المدارس اللي بنشوفه، الخ الخ الخ. العمر ما بقاش شهاده حسن سير وسلوك. الخلاصه ان الراجل ده غلطان 100%، والقانون لازم يتطبق، عشان لو ما اتطبقش بكره كل يوم هتلاقي راجل كبير بيضرب ويشتم ويقول اصل انا راجل كبير. الرسالة اللي انا عاوز اوصلها النهارده: الاحترام مش بالعمر، الاحترام بالفعل، والقانون فوق اي حد.